السلام عليكم الأعزاء المحترمين. نتكلم عن واحد الموضوع، وهذا الموضوع فيه واحد الفئة متضررة جدا بالحماية الاجتماعية اللي فيها ال RMP وال RSE، السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. هذه الحماية الاجتماعية الحالية ديال رئيس الحكومة اللي خدام فيها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اللي لقاو فيها هذه الفئة المتضررة، لقاو فيها الصعوبات والإكراهات والمعاناة، وطلع ونزل بين المقاطعة والسبير والضمير الاجتماعي. وصراحة معاناة هذه الفئة مرض مساكن، مرض مزمن جدا، ما حينتهم المرض اللي عنده، ما حينتهم ذاك الوحش اللي هو المؤشر. وكلشي عارف واحد إلا كان تسجل في السجل الاجتماعي الموحد للحماية الاجتماعية، راه كيكون عنده المؤشر طالع. وكذلك حتى جوج الناس، إذا كان جوج الناس في الأسرة إذا تسجلوا في هذه الحماية الاجتماعية الحالية كيكون عندهم المؤشر طالع وكيتحرموا من التغطية الصحية ديالهم. وكذلك ثلاثة الناس في الأسرة في الحماية الاجتماعية الحالية كيكون عندهم المؤشر طالع وكيتحرموا من التغطية الصحية ديالهم. وهذه الفئة اللي بغيت نتكلم عليها، وبالخصوص واحد العدد من النساء والرجال مسنين وفرديين. كاينه المرأة اللي عايشة بوحدها وكانت كتستافد في بطاقة الرميد في عهد رئاسة الحكومة السيد عبد الإله بكران. كاينه هاد المرأة هادي كانت عايشة بوحدها، ما عندها، ما مزوجة، ما عندها ولاد، ما عندها اللي قبلها. كبرات وكلشي عارف بأن المرأة أو الرجل ما حدو كيكبر راه كيعاني وكيكون مرض مزمن. الله يشافيهم ويشافينا إن شاء الله، الله يشافينا جميعا. كانوا كيستافدوا هذه الفئة في بطاقة الرميد، معززين مكرمين، كيدخلوا للمستشفى كيتعالجوا وكيدوزوا داكشي اللي على حسب الحالة اللي عندهم. الله يشافيهم. دابا راه كل صباح هما في المقاطعة، بسبب تحرموا من التغطية الصحية ديالهم السابقة ديال بطاقة الرميد. دابا كيعانيو في هذه الحماية الاجتماعية الحالية. وقف في وجههم هذا المؤشر، حيت كلشي عارف واحد إذا مسجل بوحدو أو عايش بوحدو راه كيكون عنده مؤشر طالع. صراحة هاد الفئة هادي راه كل صباح في المقاطعة باش يلقاو يشوفوا ليهم شي حل في المقاطعة على هاد الحماية، على هاد التغطية الصحية ديالهم اللي مبقاش عندهم. كل صباح هما في المقاطعة باش يلقاو لهم شي حل، ولكن كيلقاو نفس الكلام اللي هو راه لا، راه انت بوحدك، راه عندك المؤشر طالع، راه الا ما عندكش العائله، وهاد العائله الا ما كانتش نفس العنوان وساكنين معاك، راه الا عندك العائله راه غادي تستافدي بالتغطيه الصحيه وفي الدعم. كنتي بوحدك راه كيبقى المؤشر ديالك هو كيكون طالع. ومسكينه هاد المراه كتكون كبيره بزاف وما قادره حتى تمشى، وكتجي من ديك البلاصه الساكنه حتى المقاطعه، وكتبقى في هاد الحراره وفي هاد الشموشات، مسكينه طالعه نازله وهي مريضه. علاش كتجي هي كل صباح المقاطعه؟ راه مسكينه هي ما قادراش حتى تجي، ولكن كدير الاسباب على الله وعسى تلقى شي حل. دارتو هاد الحمايه الاجتماعيه اللي خدام فيها السي عزيز اخنوش، يشوف تلقى تسمع شي اخبار اللي يفرحها باش تكون عندها التغطيه الصحيه ديالها كما كانت في الاول. كانت بطاقه الرميد، فرحانين بها الناس كيف ما كان عندنا العدد الاسره في اي دار في المغرب كانت معززه مكرمه كتدوز بهذه بطاقه الرميد. وحتى انا منهم كنت معزز مكرم بهذه بطاقه الرميد. دابا هاد الفئه تحرموا من التغطيه الصحيه ديالهم، مساكن هاد المسنين وهاد المسنات، مساكن ومرض، كيبقاو طالعين نازلين في هاد الشموشات وهاد الحراره، وفي الاخر يسمعوا المؤشر طالع. الحمايه الاجتماعيه اللي بغاها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، بغاها توصل داكشي اللي بغا، راه ما وصل ما وصلتش كما اللي بغاها صاحب الجلاله. داكشي اللي بغاها توصل لصاحب الجلاله ما وصلتش، ما رئاسه الحكومه ما خدمتش عليها كما يجب. المهم الله
يشافيه بعدا صاحب الجلالة نصر الله الملك محمد السادس، الله يشافيه، الله يعاونه ليلا وصباحا ومساء، الله يشافيه والله ينصرو، والله ينصر معاه هذوك الناس المسؤولين اللي خدامين وعندهم الغيرة على الوطن، الله يعاونهم والله يشافي الجميع ان شاء الله. انا كنتكلم عن هذه الفئه هذه اللي كنشوفها كل صباح، مراه مسكينه كبيره ومريضه مرض مزمن، كتجي كل صباح وكتسمع مؤشر طالع، حيت انت بوحدك او انت بوحدك راه ظاهره، واش من ظاهره؟ ظاهره سيئه. انا كنقول هذه الحمايه الاجتماعيه الحاليه ظاهره ومشكله كبيره. وكاين واحد الفئه اخرى اللي هما الارامل، اللي كانت كتشد 1000 درهم لا الحمايه لا الى بالكيران، اللي كانت كتشد 1000 درهم دابا غادي تولي تشد 10000 ريال. وهذا 10000 ريال الا كانوا عندها الوليدات وهي رب الاسره غادي تشد 10000 ريال، ولا ما عندهاش الوليدات وهي بوحدها راه ما غاديش تشد لا هذيك ولا هذيك. وكذلك الارمله اللي كانت كتشد 700 درهم او 14000 ريال، الا عندها الوليدات وهي رب الاسره غادي تشد 10000 ريال. ما عندها وليدات وهي بوحدها راه ما غادي تستافد لا هذيك ولا هذيك. وحتى هذيك اللي الارمله اللي كتشد 7000 ريال الا كانوا عندها الوليدات وهي رب الاسره غادي تشد 10000 ريال، مابقاش تشد ديك 7000 ريال. ولا كانت بوحدها راه ما غادي تشد لا هذيك لا هذيك. وهذه مشكله كبيره، مشكله كبيره، ظاهره سيئه. كانت راه جوجل كيقول كلشي. كان 18 مليون ديال المواطنين والمواطنات كيستافدوا في التغطيه الصحيه ديال بطاقه الرميد وعزازي المكرمين، ولات دابا 10 المليون. 10 المليون نقصت 8 المليون. هذيك 8 مليون هي هذه الفئه اللي تكلمت عليها دابا انا. عادوا مش هذه كاع، عادوا من قلت انا، واستغفر الله واتوب اليك. وكل شيء واضح. السيد عزيز اخنوش كنقول فكر في هذه الفئه المتضرره اللي كنشوف موجودين وكيكونوا كل صباح مساكن ما قدروا يتمشاو، ما قدروا يهضروا على راسهم، بغاو غير التغطيه الصحيه ديالهم. وراه والله العظيم انا الا كيبقاو فيا. المهم كنتمنى تفكر في هذه الفئه هذه ودير لهم التغطيه الصحيه ديالهم كما كانوا سابقا معززين مكرمين. و وعاش الملك، الله ينصر، الله ينصر لنا الملك ديالنا محمد السادس نصره الله، الله يشافيه ليلا وصباحا ومساء. وكنقول هذه الفئه حتى هي خدامه وفعاله وقريبه المواطنين، حتى هما خدامين كيعاونوا المواطنين اللي هما الاعوان السلطنه المقدمين والشيوخ. كنتمنى صاحب الجلاله السيد وزير الداخليه ينوضوا بهذا الجهاز ويدخل ليه النظام الاساسي باش المقدم والشيخ يكون حتى هو بالعز ديالو وبالكرامه ديالو قدام المواطنين. راه هاد الفئه محقوره و لا بطاقه مهنيه ما كيخرجوا التيران الهدم او اي حاجه تقال لهم ما عندهم حتى بطاقه مهنيه باش يخدموا، كيخرجوا هكاك اي مصيبه اي مشكل كيتلاحى عليهم. كنتمنى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله